غروب الشمس غطى قمة الأشجار، ألقى بظلال طويلة على الغابة الكثيفة. نظرت إيميلي إلى ساعتها، الساعة 6:45 صباحا مساء. انقبض قلبها. آخر علامة للمسار التي رأتها كانت قبل ساعة. منذ ذلك الحين اختفى الطريق في متاهة من الصنوبر العملاق. هاتفها بلا إشارة، كانت ضائعة. كان الهدوء الغريب في الغابة يضغط عليها، ويكسره فقط حفيف الأوراق بين الحين والآخر. بينما كانت تدفع نفسها للأمام، زاد الظلمة كثافة، وأصبح الهواء أكثر برودة. تنفست بسرعة. كانت قد قرأت قصصا عن المتنزهين الذين ضعوا في الغابات، كيف يمكن بسهولة أن يفقدوا الشعور بالزمن والاتجاه. لكن هذا كان مختلفا. ثم جاء صوت كسر فرع خلفها، جمدتها في مكانها. دارت حول نفسها، تفحصت الغابة المظلمة. لا شيء، فقط الرياح تهمس بين الأشجار. مرت دقائق، كانت ساقاها تؤلمانها، وكان معدتها يئن، وكانت الغابة تبدو كأنها تغلق حولها. ثم جاء صوت آخر، أكثر هدوءا هذه المرة، مثل خطوات. شعرت بالقشعريرة تنساب في عمودها الفقري. كانت غريزتها تصرخ بأنها ليست وحدها. لمحت حركة في الأشجار الصغيرة على حافة الرؤية، شخصا طويلا لكنه بالكاد مرئي. كان واقفا عند حافة الأشجار. حبست أنفاسها. كان شخصا أو شيئا يشبهه، واقفا بلا حراك، خارج نطاق ضوء المساء الخافت. مرحبا، نادت إيميلي بصوت مرتعش. لم يجب الشخص، فقط كان يراقب. اشتعل الذعر في قلبها. تراجعت خطوة إلى الوراء، لكن مع كل خطوة كانت تبتعد، كان الشخص يتحرك أيضا، يتنقل بين الظلال، دائما في متناول يدها لكنه بعيد. ثم أدركت بشعور من الرعب، لم يكن يتبعها، كان يقودها.